احنا النهارده هنبقى في جولة داخل مجمع تبارك الصناعي للصناعات الصغيرة والتكميلية في المجاورة 45 في مدينة العاشر من رمضان. المجمع فيه 235 وحدة سكنية هناخدكم صناعية، هناخدكم في جولة داخل المجمع. المبنى الإداري، المجمع فيه 235 وحدة صناعية، الصناعات الصغيرة والصناعات التكميلية، هي نواة للصناعات الكبيرة. ده مصنع ألميتال. مصنع فيه أكتر من 500 عامل. بص حضرتك نبذه عشان تقوليها بصوتك برضه. المجمع ده بيعمل جميع القطع الغيار والاسطمبات والسي ان سي والحاجات اللي هي مش موجوده اللي بنستوردها من بره، الناس دي بتوفرها في المجمع. ماشي. تصنيع مصر، صناعه مصريه. تمام. دول برضه من ضمن الحاجات اللي هي ايه، المحلات دي. المحلات دي اصلا بتبيع حاجات حاجات مغذيه برضه للمصانع، للورش الصغيره او المصانع الداخليه. تمام. طبعا في هنا السي ان سي متقدمه جدا جدا، اللي هي المخرطه الالكتروني اللي بتطلع القطعه حسب الكمبيوتر. هنا برضو مصانع. هنا بسم الله ما شاء الله مصانع كمان هنا برضه. بس احنا دلوقتي في وقت اخر النهار وفي بعض من الناس بيكون قافل، لكن هو شغال، المجمع شغال كل وقت. ده فوق 300 وحده. ده 235 وكده برضو في ماشي شغال زي ما احنا. دي الوحدات دي اسمها وحدات ال 80 دي اللي هي مساحه 80 متر. تمام. المساحات الثانيه اللي هي ال 50 متر احنا داخلين عليها الثانيه. دي المساحات الصغيره. ده مسجد طبعا داخل المجمع برضه. هي يعني لازم تصور النهار. دي المصنع المجمع فيه مدرسه. بص بقى، هي المدرسه اللي قدام دي المدرسه. دي احنا هنخش من عند من قدام كده واجيب لك القطعه بتاعت المدرسه اللي هي بتقول الاكاديميه. اكاديميه مجمع تبارك، عشان ناخد صورتها برضه عشان تبقى دي. ده كده برضه مصانع وحدات، كل ما هو داخل السوق. وحدات صغيره دي. دي الوحدات اللي هي 50 متر وثلاث ادوار طبعا. طبعا دي الشارع اللي ورا ده توسعات. لا لسه هنخش على التوسعات. هوصل لك برضه التوسعات. تمام. هي المدرسه فين بقى؟ ما احنا قدامها دي المدرسه بالدور. حاجات جميله جدا جدا بيعملوها. التشكيلات هنا التلميع والحاجات دي الورش دي بتعملها باحترافيه كامله. اضافه كده كمان احنا عندنا بنتكلم عن مسح وش السلندر بتاع العربيات الكبيره والصغيره. وش العربيات اللي بتضرب وش السلندر والكلام من ده بيعملوها، بيجددوها من تاني، بيجددوا وش السلندر ده من تاني.